السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات. أولا مبروك للفتيات أقل من 17 سنة الفوز برباعية كما قال واحد الأخ مصري رايح جاي، يعني ذهابا وإيابا. هذا كيبين علو كعب المغاربة، ثم هذه نتيجة لواحد سنوات ديال الإعداد وديال التكوين. أنا ما غنتكلمش على المنتخب المغربي، ولكن غنتكلم على المنتخب الجزائري للفتيات أقل من 17 سنة. الإخوان والأخوات خصنا نوقفوا عند هذا الموضوع باش نناقشوا من الجانب النفسي، وباش تعرفوا وساخة هذا النظام، وش غنقول لك على الشعب. عرفت الوصف الشعب الجزائري في هذا الموضوع بالذات نسميه انبطاح ولا نسميه تصفيق للباطل وتماهي مع الباطل. الأمر أيها الإخوة والأخوات، وأنا أتحدث هنا خلال التجربة الممارسة والتعامل مع هذه الفئة السنية أقل من 17 سنة. أنا أتحدث عن أطفال وبنات ماشي تولاد. لما يتعلق بهذه الفئة فهي فئة نوعا ما مراهقين، والبنت هي كتكون أكثر، يعني هي فراجيل على الولد في هذا الموضوع ديال النفسية. واش تعرفوا أيها الإخوة والأخوات حجم الكارثة اللي دار هذا النظام في حق وارتكبها في حق هذه البنات؟ بنات ديال أقل من 17 سنة كيمارسوا كرة القدم، عندهم أحلام وطموحات أنهم يلعبوا في مستويات عالية، فرق داخل الجزائر أو خارجها، ربما يحترفوا في أوروبا أو في الخليج أو في أي مكان، وكيحلموا بالمنتخب الأول والذهاب إلى كأس إفريقيا وكأس العالم. يعني طموح واحد الشابة في واحد السن معين. كيجي النظام المتعفن، النظام المجرم والشعب المصفق الذي يصفق للباطل كيذبح هذه البنات. نعم، عملية الذبح ممنهجة ومع سبق الإصرار والترصد لطفولة هذه البنات، لأن أطفال طفلات أقل من 17 سنة راه باقي الأطفال. كيفاش؟ خسروا ب4-0 في المغرب مع فريق قوي، فريق مونديالي، فريق عنده بنية تحتية بشرية على مستوى كرة القدم النسائية، رابع العالم على مستوى كرة القدم ديال الرجال. هذا المنتخب حضر في كأس العالم الأخيرة ديال أقل من 17 سنة، والكبار حضروا في كأس العالم الأخيرة. يعني كتلعب مع فريق مونديالي اللي عنده ان بالماريس ومصنف على مستوى عالي على مستوى كرة القدم في الفيفا. خسرت ضرب 4-0، راك مبروك، راه كاينه فروق اللي خسرت ب11. لولا حضور هذيك الحارسه والدفاع كان ممكن تكون واحد 12 اصابه. 4-0 ضد المنتخب المغربي. لو ان في الجزائر عاقل او في الجزائر رجل رشيد، هذوك البنات كان يتعامل معهم بشكل اخر، يتعامل معهم على انهم مستوى عالي، مع واحد الفريق، مع واحد المنتخب اللي عنده البنيات التحتيه البشريه يشتغل عليها سنوات. هذه راه اكثر من 10 سنوات ديال الخدمه هذه، او 14 عام ديال الخدمه وصلتنا لهذا المستوى. لا على مستوى داخل المغرب اكاديميه محمد السادس او الفروق اللي كيلعبوا فيها دوك البنات. اذا باش تخسر ب4-0 راك مبروك، باش تخسر ب4-0 راه عندك فرقه، عندك فريق. انك تنهزم امام المنتخب المغربي ديال اقل من 17 سنه ب4-0 عندك فريق، ولكن العنجهيه والتخلف والنيف وعقليه الحمره والمعره خلاهم يتكرسوا لهذوك البنات، والتعامل معهم بواحد النوع من نقول من اللامبالاه والاحتقار. نعم، من الاتحاديه ومن الجمهور ومن الشعب ومن المسؤولين. والكارثة العظمى أنهم من يمشوا يلعبوا المقابلة الثانية في الجزائر تعاملوا معهم بتعتيم ولا
قناه ولا راديو نقل المقابله. شنو ذنب هذوك البنات؟ ما هو ذنبهن؟ ما ذنب هذوك الطفلات باش تعاملوا معاهم بهذا الاسلوب، هذا الاسلوب القاسي والبشع، وكأني بهم بحال داروا خطيئه، استغفر الله العظيم، وكأنهن اخطأنا ولا انهم خرجوا الطريق. تعتيم ولا جمهور ولا قناه وتوح ما يتكلم عليهم. كتعاقبوهم، تحاقبون طفلات من ناحيه التقنيه تبارك الله عليهم، لان لولا براعه الحارسه والدفاع كان ممكن خص يكونوا 12-0. راه النيجر خداو 11 الي وروتور، وما عاقبوش بناتهم، ما تعاملوش معهم بهذا الاسلوب الحقير. الان قتلتوا في نفسهم، اكيد هذوك ما باقيش يلعبوا مع المنتخب، ويمكن واخا تكرهوهم في كره القدم باش ترضيوا العنجهيه ديال شنقريحه ومن على شاكلته من المجرمين ومن الوساخه. تعديتوا على طفلات. كان المفروض لو كانوا في المغرب وخصهم راه غادي يجيو وغايستقبلوهم وغادي يرفعوا من المعنويات ديالهم. هذا الفرق بيننا وبينكم. كنت نقول لك 13 قرن راه ما كنخربقوش بين الدوله والعصابه. عندكم منطق العصابه، منطق الياكوزا اليابانيه. عرفتوا شنو الياكوزا اليابانيه شنو كدير؟ ملي كيغلط شي واحد من العصابه كيجيب خنجر وتيقطع صبعه، هذا الصبع الصغير كيقطعو ارضاء للرئيس ديال العصابه. راه كتشوفوها منطق العصابه، تغلط قطع صبعك، مع انهم ما غلطوش، لعبوا كره وخسروا ب4-0 في مقابلتين 4-4. يعني انكم لو انهم منين مشاو يلعبوا في الجزائر كان خص يكون حاضر الجمهور ويحضروا المسؤولين وترفعوا من المعنويات ديالهم وتقول ما بنيتاتي هذه غير كره القدم. كان ممكن يربحوا ولا يتعادلوا ولا يخسروا ب1 ولا ب0، ب1-0 ولا ب2-0، ما يخسروش ب4. يعني ان هاد 4-0 لا يحترمنا عليها، ترفع لهن القبعه انهم داروا النفس ولعبوا كره. لان يا الحمره ويا البعره الفئات السنيه في اي رياضه ما كتطلبش منهم نتائج. الفئات السنيه هي فقط مراحل للتكوين الرياضي. حتى من كيوصل الشاب او الشابه لفوق 18 سنه وكينتقل من مستوى فئات الشباب، عاد كيبدا المرحله ديال انه خصو يكون يدخل في المستوى التنافسي. اما في هذا المستوى مراحل ديال التكوين، باقيين تيقراو، باقيين كيتكونوا باش يوصلوا لمستوى انهم يصبحوا لاعبات محترفات ويؤديوا بمستوى عالي. عاقبتوهم. التعتيم، ولا صحفي يتكلم ولا كيدويو هما حشمانين وكأنهن جئنا بالعار، مع انهم لعبوا كره ولعبوا مزيان وداروا اللي عليهم وطاحوا مع منتخب متمرس مونديالي يشتغل مده سنوات، لاعبات كيلعبوا على مستوى عالي في اوروبا وفي المغرب. اشتموا الاخوان وساخه النظام الجزائري وبشاعه المجتمع الجزائري، ما كيرحمش. طيح يشتفوا عليك، طيح يمرمدوك، بعدين تيكتبوا عليهم سير لكوزينتك، وهذيك راه احسن منك. انت اللي تمشي للكوزينه تغسل المواعن. المفروض انكم تاخذوا بخاطرهم. اخطر شيء هو كسر الخواطر، واروع شيء عندنا احنا المسلمين هو جبر الخواطر. ما جبرتوش بخاطرهم، على الاقل نقلوا الماتش وخا خسروا ب4-0. تبارك الله عليكم، لعبتوا. هادشي اللي عطا الله. كره القدم فيها الرابح والخاسر وهذه منافسه، ولكن حيت فيها المروك، حيت المروك دي واقف لكم هنا كتذبحوا بناتكم. الذبح ذبحتوه فقط ذكرها في المروك، وحنا ما خاسرين والو. نتوما اللي خاسرين، نتوما اللي دمرتوا جيل ديال هذاك الجيل ديال اللاعبات، دمرتوهم نفسيا. ما حنا ما خاسرين والو، المروك ما خسر والو. فعلا هناك منطق الدولة الحاضنة ومنطق العصابة، منطق الياكوزا اليابانية التي تقول لك لا غلطي تأدي، إما تنتحر بهذيك عندهم وإما تقطع صبعك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قبحكم الله وقبح سعيكم. السلام عليكم.